السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل الفراخ المشويه بخلطه حلوه قوي، ان شاء الله هتعجبكم ومش هتغيروها. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه طبعا نغسل الفراخ كويس ونحطها في محلول نقع، خصوصا لو هي كبيره. الفراخ دي اكتر من 2 كيلو، فمش هينفع اعملها غير لما اكون نقعها كده في محلول نقع عشان خاطر تستوي معايا كويس، وكمان ما يكونش فيها اي دم ولا اي حاجه خالص، يكون لحمها نضيف كويس جدا وما يكونش زفر كمان. نقعتها كده في شويه ميه عليهم معلقتين سكر ومعلقه ملح وشويه خل، وسبتهم حوالي ساعه او 2 منقوعين في الميه، وبعد كده صفيتهم كويس. ودلوقتي بقى هعمل لهم الخلطه اللي انا هشوي بيها الفراخ. حطيت دي بصلايه كبيره وقرنين شطه كده حارين وقرن فلفل كمان احمر، وكمان معاهم فصين توم. دلوقتي بقى التوابل اللي معايا توم بودره، بصل بودره، بابريكا، فلفل اسود، معايا كزبره، ملح، كركم، ومعايا قرفه وجنزبيل وحبهان مطحون، وكمان لو في ورق لورا مطحون او سليم تضربيه مع الخلطه كده كله في الخلاط. وطبعا الكركم والزعتر اهم حاجه عشان خاطر المشويات. من كل حاجه معلقه كبيره، وكمان هحط معلقتين كاتشب او صلصه جاهزه، وشويه كده دبس رمان. لو مفيش دبس رمان احط عسل اسود، واحط عليهم نص كوبايه خل وربع كوبايه زيت. طبعا انتي لو بتحبي الطماطم عليهم اضربي كمان معاهم حبايتين كده طماطم، لكن انا مش بحب الطماطم عشان خاطر بتحمر بسرعه، فبتخلي الفراخ تغمق قوي على ما بتستوي. لكن طبعا من غير الطماطم بتكون لونها حلو مع السوا بتاعها. ضربت كله في الكبه، الخضار الاول، وبعد كده حطيت عليه التوابل، وكمان زودت دبس الرمان، حطيت 3 4 معالق زيت كده، وبرده شويه خل، ومعلقتين 3 كده كاتشب طبعا او صلصه. طبعا لو مفيش دوت حطي طماطم. قلبت كله بقى كويس، والفراخ عندي انا مفتحاها كويس بعد ما غسلتها قبل ما انقعها. فتحتها كمان من عند المفصل كده عشان خاطر تستوي معايا. اقلب الخلطه كلها بقى وادخل كمان الخلطه كده في قلب الفتحات اللي انا عاملاها. اتاكد كده انها شربت كويس كده، وكل التوابل كلها دخلت في قلبيها، والخلطه كلها في قلب الفتحات بتاعتها. وبعد كده بقى اغطيها واحطها في التلاجة، اسيبها اقل حاجه ساعتين، او ممكن اعملها من بالليل للصبح. دلوقتي بقى انا هحطها على الشوايه. اجهز الشوايه بتاعتي، حطيت عليها زيت عشان خاطر ما تلزقش كده وتشيلي الجلده بتاعه الفراخ وانا بشيلها. فبالفرشه كده، ودهنت الشوايه كلها الاول بالزيت. وجبت كده صينيه، القالب الكبير حطيته تحتيها لاني هشويها في فرن البوتاجاز. لو انا هعملها طبعا على الفحم احطها على طول. ارصها بقى كلها. لو في مفصل كده عندي لقيته مش مكسور اكسره عشان خاطر اعرف اقفل عليه الشوايه وفي نفس الوقت يستوي كويس. ارصها بقى كلها كويسه كده عشان خاطر تاخد معايا الفراخ كلها. المفصل ده لقيته مش مكسور كده فقطمته كده عشان خاطر يبقى اتاكد ان هو مستوي. رصيت الفراخ كلها واتاكد ان هي مش طالعه كده عن الصينيه عشان خاطر طبعا ما توقعش في الفرن عندي وتتحرق. حطيت كمان بقيه من الخلطه كده عليها، واللي هيتفضل كمان هركنه جنبي. بعد كده اطلع واحط عليها. في الصينيه بقى حطيت فيها ميه مغليه، ممكن تحطي ميه عاديه برضو بس عشان خاطر طبعا اسرع السوا. والليمونه دي عشان خاطر الصينيه بتاعتي ما تسودش، وكمان هتعمل ريحه حلوه. حطيت حوالي نص الصينيه ميه مغليه عشان خاطر اتاكد ان هي ما تنشفش معايا. لو مش عندك الشوايه دي حطي شبكه على الصينيه، او لو الفرن بتاعك صغير حطي شبكه كده على الصينيه ورصيها برضو عليه، هتستوي وتكون طريه جدا. الفرن بقى معايا يكون سخن جدا، واكون حاطه الصينيه ديت على الشبكه فوق الصاجه على طول. هتاخد معايا بالظبط ساعه ونص، لاني طبعا كنت حطاها في محلول النقع، وكمان مفتحاها كويس كده من المفاصل وحوالين العظم فبتستوي كويس. خدت معايا حوالي ساعه ونص. طلعتها طريه جدا. الميه طبعا دي بتطلع البخار عليها بتخليها طريه جدا، وكل شويه كده بقلبها، كل حوالي نص ساعه بقلبها على الجنب التاني. بقلب الشوايه كلها على الجنب التاني. وبعد ما تستوي كده تولعي بقى فحمه او 2. حطيتها معاها في الفرن كده على الشبكه، طلعت الريحه بتاعتها عليها، بقت كانها مستويه على الفحم بالظبط. طعمها بقت زي الفراخ المشويه على الفحم بالظبط كده. خلاص طلع سايبه كده من السلك لاني طبعا حاطه عليه زيت، فعشان كده الجلد ما تشالش معايا. مستويه جدا وطريه وطعمها حلو قوي. الخلطه بتاعتها طعمها حلو قوي. طبعا لو انت عايزه تعمليها على الفحم برضو بره براحتك، نفس الخلطه دي بتطلع حلوه قوي برضو على الفحم كده. خلاص الصينيه كمان بتاعتها ما غمقتش، لونها ابيض زي ما هي، ما اسمرتش ولا حاجه عشان خاطر الليمونه اللي احنا حاطينها فيها. وعملت جنبيها كمان رز ابيض، ممكن تعمليه بقى رز بسمتي او رز اصفر زي ما انت عايزه براحتك. عملت جنبها رز ابيض، وعملت سلطه الدقوس بتبقى حلوه قوي مع المشويات، وكمان سلطه الطحينه. مستويه جدا وسايبه جدا من المفصل خالص، تشيليها كده تلاقيها اتفكت كده لوحديها، وطعم الخلطه فيها حلو جدا. وكمان الزيتون ده كنا عاملينه من زمان قوي، بقاله حوالي 8 شهور ناشف زي ما هو، وكمان الفلفل اللي فيه بيقطم كده ومقرمش زي ما هو. وطعم الفراخ المشويه حلو جدا. اتمنى تجربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.